السلام عليكم. مساء الخير يا حبايب قلبي. النهارده ان شاء الله انا كنت خزنت قلقاس قدامكم وما كنتش عملت سلق. كان الحمد لله اهو يا حبايبي، ده سلق وكزبره خضراء تمام، مغسول ومتجفف شويه، يعني مش مبلول، لازم يكون مش مبلول عشان لو نزل على السمنه ما يحصلش اي مشكله. تمام يا حبايبي، اهو سلق متقطف وكزبره خضراء برضو اهي حبايبي، بصوا متقطفه مش متقطعه، متقطفه اهي تمام اهي. فان شاء الله هنخزن السلق بقى، وبعد كده ابقى اطلعه هو والولاس واوريكم هنعمل فيه ايه. ده تخزين تمام. هنصلي على الحبيب النبي يا حبايبي. السمنه اهي، وده الثوم ماشي، هنعمله مع بعض وهنعبيه بقى في اكياس. اي وقت هنلاقي ده جاهز وده جاهز. اي حبيبه قلبي قاعده كده فاضيه ما وراهاش اي حاجه، تقوم تخزن اي حاجه تحطها في الفريزر، بحيث ان ايه ممكن تلاقيها في اي وقت. عندها شغل، عندها ان كانت طالبه عندها جامعه ولا في ثانوي، ولا حبايبي الصغننين اصحابي حبايب قلبي، طبعا مش الاطفال اللي هم 10 و11 سنه ما يعملوش الحاجات دي. اللي حابب يخش المطبخ ويتعلم حاجات بدائيه وبسيطه جدا تمام، حاجات اي حد يعملها حبيبي. هنصلي على النبي بصوا وهننزل. بصوا لونه اخضر وجميل ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا حبايبي، لازم يكون الورقه مش متخرمه ولا متقطعه، تكون سليمه كده. شايفين يا حبايبي ميته بتنزل وبيحضر، نشوحه كده. وطبعا مش هننزل بالثوم الا في نص ما يعني في نص الوقت من السلق، عشان ما يتحرقش ويمرر ويبقى وحش. الثوم بيتحط وانا خلاص هقفل عليه، يدي ريحه ونكهه جميله تمام. ريحه السمنه البلدي مش قادره اقول لكم، في الحاجات دي جميله جدا. شايفين الكميه الكبيره هبطت ازاي. نفضل بقى نشوح فيه كده لغايه ما يخروش، وبعد كده بقى اللي عايز يدقه في هون يدقه، اللي عايز يعمله في كبه اهو. الكميه دي يا حبايبي 3 حزم سلق على 2 كزبره تمام، بيعملوا تقريبا كده 4 اكياس او 5 وجبات، تبقى جاهزه عندي وزي الفل. اللهم صل على النبي. شايفين هبط خالص وهو داخل بقى على تحميص. هنزل كميه الثوم شايفين يا حبايبي. بص الكميه اللي كانت ماليه الحل عامله ازاي، ساحت ازاي. هنضيف الثوم. بسم الله الرحمن الرحيم.
توم صحيح، لان كده كده بنعمله في الكبة او ندقه في الهون. اول التوم ما نزل الريحة فظيعة. الحاجات دي بيني وبينكم لو اتعملت بسمنة بلدي فظيعة. نستنى بقى يا قلبي لما التوم يتحمص، التوم يتحمر كده معاها، يبقى كده تمام. كده تمت الحمد لله بحمد الله. تمام كده يبقى هي اتشوحت وخدت سواها المظبوط. بس ايه لما نلاقي التومه شكلها غمق شويه، شايفين لسه التومه بيضه اهي يا حبايبي، التوم لسه ابيض. اول التوم ما يصفر او يتحمر كده نطفي على طول ونجيب شويه كزبره ناشفه صغيره. بسم الله. لما توصل يا حبايبي للمرحله دي ما نسيبهاش ونروح اي مكان، لازم نبقى واقفين قدامها عشان ما تتحرقش. لو اتحرقت تبقى مش صحيه خالص. زمان اهالينا كانوا بيخلوها ايه ناشفه، هي دوب هتخروش كده والثوم يتشوح ولونه يبان نطفي على طول، تبقى كده ايه تم النضوج بتاعها. بسم الله الرحمن الرحيم. زمان اهالينا كانوا بيخلوها ايه ناشفه، هي دوب هتخروش كده والثوم يتشوح ولونه يبان نطفي على طول، تبقى كده ايه تم النضوج بتاعها. اهو يا حبايبي الثوم بصوا انا عايزه اللون ده مش كده، ما يكونش غامق قوي قوي برضو، لان الحاجات دي بصراحه يا جماعه خطر. يكون اللون ده تمام، شايفين اللون بس كده. نجيب حبه كزبره ناشفه صغننه، بصوا يا حبايبي رشه كزبره ناشفه، وبسرعه هنقلب ونطفي عشان ايه ما تتحرقش. لا 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 لا، كزبره وديتها في حته تانيه خالص. يبقى كزبره ناشفه على كزبره خضراء مع السلق، عايز يتاكل كده لوحده. حلو قوي قوي كده. هنصلي على الحبيب، نسيبها تبرد شويه وبعد كده ايه نفرمها. شايفين يا حبايبي اهي ده السلق. شوف الكميه الكبيره اللي كانت معموله بقوا حبه صغننه ازاي. هنصلي بقى على النبي مع بعض كده، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وبعد كده ان شاء الله هفرمها واوريها لكم. بصوا حبايبي فضيت السلق اهو، لما برد هضربه في الكبه بقى واوريه لكم. بصوا التوم لونه، انا اللون ده حلو قوي. تمام هنصلي على النبي. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فضي الكمية، ريحته في منتهى الجمال. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله.
اهو يا حبايبي، احنا عايزينه في القوام ده. شايفين؟ بصوا الكمية الكبيرة اللي انا كنت حطاها طلعوا قد ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. يتعبى بقى يا حبايبي في علب صغننة تحط في الفريزر، يعني دي يا دوبك على فكرة هتعمل 3 وجبات او وجبتين بالكتير قوي. بصوا حبايب قلبي اهو، تمام. بعد ما فرمناها دي ممكن تكفي يعني وجبتين، يعني يكفي مثلا اللهم صل على حضرة النبي. لو انا هعمل كيلو قلقاس نصها تكفي، تمام. هعمل نص كيلو يبقى ايه، نص الكمية، لان هو مفروم جامد واهو زي العسل، مش بكتر السلق يا جماعة، اهم حاجة الريحة. وبعد ما نضيفه على القلقاس طشة حلوة قوي كده بالثوم والكزبرة الناشفة، وتاكلوا احلى قلقاس. هبقى اطلعه من الفريزر واوريهولكم، ونبقى كده شفنا كل حاجة مع بعضين. في ناس على فكرة ما بتحبش تعمل قلقاس بسبب السلق، بيكسلوا يعملوا السلق، وهو سهل جدا. ماشي حبايبي، يا رب بألف هنا، وألف ألف 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 هنا لكل اللي يتفرج عليه وكل اللي يعمله، ونهاركم جميل كده رضا.